وزي ما عرفنا يعني ايه PTSD وازاي الشخص ده بيتعرض لومضات وذكريات من الحادثه اللي هو تعرض لها، هنعرف دلوقتي طريقه العلاج وازاي بيفرق عن علاج الهلاوس والسكيزوفرينيا والفوبيا والحاجات اللي زي كده. اول حاجه هو العلاج المعرفي السلوكي المتعلق بالصدمه، تروما فوكس كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. بيشمل نوعين. اول نوع هو الاكسبوجر، طبيب او المعالج بيعرض الشخص لاحداث شبه الحدث اللي حصل معاه او العنف اللي تعرض له او المشكله اللي حصلت معاه. تاني حاجه الكوجنيتيف ريستراكشرنج، يعني اعاده الهيكله المعرفيه الافكار السلبيه دي عن الحدث اللي تعرض له وبيحاول يصلحها بشكل معين. تاني حاجه هو العلاج بالادويه، مثبطات السيروتونين الانتقائيه. دي عباره عن مثبطات للسيروتونين زي السيرترالين، وده بيساعد على تقليل الاكتئاب وتقليل اثار الصدمه. بنبعد من البنزودايزبينز زي الالبرازولام انها بتعمل ديبندنس، وبرضه بنبعد من الانتي سايكوتكس زي الهاليبريدول والاريبيبريزول لانها ممكن تعمل نوبات ديبريشن. في عندي طبعا السايكوثيرابي، السايكو اديوكيشن والسليب هايجين واللايف ستايل والنيورو موديوليشن. وطبعا لا ننسى حديث سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لا تنسونا من صالح الدعاء، ربنا يحمينا ويحميكم. سلام عليكم. بس انا كنت عيان. كان عندك ايه؟ مفيش، كان عندي كده سكيزوفرينيا. تلاقيك ما بتلبسي كلسون.